بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خليني في البداية أرحب بالسيد وزير الشباب والرياضة اللي بيشرفني النهاردة في محافظة اسكندرية مع استضافة بطولة العالم للمصارعة الحرة والمصارعة الرومانية ومصارعة النساء. 46 دولة بتشرفنا النهاردة بعدد حوالي 465 لاعب من على مستوى دول العالم كلها. بتستمر البطولة لمدة أسبوع تقريبا. طبعا احنا بيسعدنا ان احنا نكون بنستضيف كمحافظة اسكندرية استضافة هذه البطولة العالمية بنشرف بيها. النهارده كان في لقاء هام جدا مع رئيس الاتحاد الدولي اللي اشاد بهذا الصرح العظيم اللي تم انشاؤه خلال السنوات الماضيه، وهو خلف استاد برج العرب الرياضي. طبعا صروح رياضيه بتقام في مصر خلال السنوات الاخيره. بنشرف ان احنا يعني بنستضيف بطولات عالميه على مستوى العالم في محافظه اسكندريه. بقول الدعم الكبير من القيادة السياسية فعلا خلى مصر باستراتيجيتها في الرياضة، ودي رؤية الحقيقية للرياضة المصرية ان هي تستضيف دلوقتي تقريبا 295 بطولة دولية على أرض مصر المصارعة، وهنخرج دلوقتي على تصفيات أفريقية للسلة أيضا في اسكندرية. كل الشكر والتقدير لمعالي المحافظ. دايما بقول له يعني صديقي العزيز الشريف محمد الشريف، صفة وعمل وموضوع يعني نسعد بيه. فكمان بجزئين، لان سيادته طبعا محافظ الاقليم لكن رئيس مجلس امناء هذا الصرح العظيم في ادارته، وطبعا مع المديريه. كل الشكر والتقدير لحضرته على المساهمه في هذا العمل الكبير، يعني متشكرين جدا يعني. شكرا متشكرين. مصريين باسم مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة واسم شعب مصر بنرحب بالسادة ورؤساء أعضاء الفصول المشاركة في حدث الرياضي العظيم من إداريين وحكام ومدربين وأجهزة طبية وفنية، والذين نصروا المشاركة المعنوية والفنية بمجال الرياضة عظيم مصر في نجاح هذه البطولة المقامة بمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده بنشارك في بطوله ابراهيم مصطفى الدوليه رقم 35. طبعا ابراهيم مصطفى ده اول صاحب اول ذهبيه اولمبيه سنه 28 بامستردام. بنحتفل بيه طبعا كل سنه. النهارده دخلت البطوله ضمن دورات التصنيف العالمي، هم 4 دورات على مستوى العالم بيقيمهم الاتحاد الدولي للمصارعه. نظرا للنتائج الكويسه يعني مش عاوزين الجيده جدا، لكن الاتحاد المصري للمصارعه قدر يعمل في الفتره اللي فاتت نتائج كويسه، وربنا يسهل ان شاء الله في الاولمبياد اللي جاي نقدر نعمل حاجه باذن الله. نظرا لثقه الاتحاد الدولي في النتائج وقدره مصر والاتحاد المصري للمصارعه على تحقيق نتائج كويسه واقامه بطوله تليق بمستوى الدورات العالميه او التصنيف العالمي، اسند لمصر بطوله الرانك العالمي رقم 2. كان اول في كرواتيا، الثانيه كانت موجوده في مصر. شارك في البطوله دي 48 دوله، وده رقم كبير جدا. قدر الاتحاد المصري ان هو يستضيف كل هذه الدول. عدد المصارعين المشاركين حوالي 480 لاعب، غير دول اللاعبين، غير طبعا المستضيفين من الاداريين والحكام والمدربين يتخطى حوالي 750 مشارك موجود معانا النهارده. من ضمنهم الحكام اللي جايين يترقوا وجايين عليهم عندهم تصنيف او تقييم على مستوى العالم. قدر الاتحاد المصري للمصارعه ان هو يقيم بطوله تليق باسم مصر. حضرها السيد الوزير النهارده، وحضرها السيد نيناد لانوفيتش، وحضر السيد الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد العربي. النهارده الحمد لله عرس رياضي بغض النظر عن النتائج. احنا جبنا نتيجه الحمد لله، جبنا ميداليه ذهب وميداليه برونز، ودي تعتبر بطوله عالم. فاحنا نعتبر جبنا ميداليتين كويسين جدا، ولسه بقيه الفريق المنتخب القومي شغال، ولسه لغايه يوم الاحد ان شاء الله بننتظر نتائج كويسه لبقيه اللاعبين ان شاء الله للمصارعه الرومانيه والحره والنسائيه باذن الله. الحقيقه رئيس الاتحاد الدولي مستر نيناد لانوفيتش بصراحه يعني هو ما كانش متخيل ان احنا نقدر ننظم حاجه بالشكل العالمي اللي هو طبقا لكلامه هو شخصيا قال ان هو تفوق دول كتير اقامت البطوله دي، وشايف ان هي تليق بمستوى بطوله عالم كبار. ووعد ان احنا لو اشتركنا ان شاء الله في تقديم ملفات خاصه ببطوله العالم، بطولات عالم او بطولات كبيره، ان هو يكون موجود معانا باذن الله وداعم ومساند لمصر باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا برحب بقناه النيل للرياضه، ودايما زي ما عهدنا منكم يعني دايما سبورت لنا في كل الاحداث الرياضيه.
بدايه هي البطوله ما شاء الله باشاده رئيس الاتحاد الدولي وكل مسؤولين الاتحاد الدولي ان دي من افضل البطولات اللي هي موجوده السنه دي، اللي اتعملت السنه دي اللي اتنفذت. وحتى رئيس الاتحاد الدولي امبارح كان بيقول ان دي بطوله عالم. انا طبعا هو لما دخل فوقف شويه، فبقول له واقف حضرتك اتفضل. قال انا منبهر يعني مبهور بالتنظيم وبالعظمه دي بطوله عالم. واحنا حضرنا بطولات اللي هي كانت في كرواتيا وكان في ايطاليا، بطولات الرانكينج اللي هي بتاع الاتحاد الدولي. بسم الله ما شاء الله احنا فارقين بشكل كبير جدا، يعني حتى ده باعتراف رئيس الاتحاد الدولي، باعتراف جميع اللجنه اللي موجوده المنظمه الاتحاد الدولي، ان بسم الله ما شاء الله حاجه انجاز كبير قوي وحاجه مشرفه جدا لمصر. ده بالنسبه لجزئيه التنظيم وجزئيه اللي هي الابهار اللي احنا عملناه بفضل الله، المصريين عملوه في تقديمهم للبطوله بالشكل ده. اما بالنسبه للناحيه بقى الفنيه، ناحيه اللعب، احنا موجودين اللعيبه اللي موجوده كلهم لعيبه ابطال عالم ولا ابطال اولمبياد، افضل لعيبه في العالم. موجود لعيبه من بره 395 لاعب حتى الان، انما وقبل العدد قابل للزياده لان احنا بنسجل بدل حضرتك الاحصائيه النهائيه للتسجيل في لسه بكره وبعده لعب، فان شاء الله العدد قابل للزياده. 395 لاعب دي حاجه رقم كبير جدا في لعبه فرديه زي المصارعه. خارج اوروبا انت عارف حضرتك ان دايما البطولات بتبقى داخل الاتحاد الاوروبي بينتقلوا بالسيارات او بالقطار او غيره، فالموضوع بيكون سهل جدا. مثلا كرواتيا كان في حوالي 195 لاعب موجوده، والكلام ده لسه من حوالي اسبوعين تقريبا. لما يجي النهارده الاقي ان انا ما شاء الله عندي العدد الكبير ده من ابطال العالم والابطال الاولمبيين، والدول 58 دوله موجوده بالشكل بالزخم ده وبالمستوى ده، يعني الحقيقه حاجه تضاف لسجلنا كاتحاد مصر للمصارعه، اضافه كبيره جدا لمصر ما شاء الله. وده بيعكس حاجه مهمه قوي لازم اتكلم فيها، بيعكس حته الانطباع الامني، ان في امن وامان في مصر. يعني ما شاء الله احنا بننعم زي ما احنا الحمد لله رب العالمين، دايما مصر هي بلد الامن والامان. فلما يجي العدد الكبير ده بعدد الدول دي، وطبعا مش هذكر دول، يعني الدول من اعظم دول العالم في المصارعه باللعيبه بتاعتها بالشكل ده في قاره غير قارتهم، وجايه من 6 قارات، يعني جايين الدول دي جايه من 6 قارات وبالشكل ده، فده بيدي انطباع بشكل كبير جدا عن مصر وعن الناحيه الامنيه في مصر ما شاء الله، وعن ان احنا بننعم بالامن والامان مهما كانوا الموردين بقى. يعني دي مش قصتنا، ولكن الحمد لله رب العالمين في الاساس ان النهارده احنا بنعيش في اجواء عظيمه جدا، احتفاليه كبيره جدا، احتفاليه رياضيه كبيره جدا، لها انعكاسات اقتصاديه، لها انعكاسات سياسيه، لها صوره، بنبعث صوره للعالم كله، بنقول احنا في مصر الحمد لله رب العالمين بننعم بالامان. عندنا تظاهرات رياضيه كبرى زي بطوله زي كده. رئيس الاتحاد الدولي لسه كان بيتكلم مع الوزير دلوقتي الدكتور اشرف صبحي في الجزئيه بتاعت ان احنا ممكن نسند لمصر بطولات عالم، واحنا ان شاء الله الفتره الجايه السنه الجايه ان شاء الله هنقدر نستضيف بطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد ان شاء الله باريس 24. حتى بكلم مع معالي الوزير دلوقتي، احنا دلوقتي عندنا 3 صالات بسم الله ما شاء الله على نفس المستوى، فبقول معالي الوزير يعني اي صاله اي صاله يعني احنا موجوده، واحنا المصارعه لها اهتمام خاص، لان احنا الحمد لله رب العالمين في النهايه بنقدم صوره مشرفه لمصر كناحيه تنظيميه ناحيه فنيه. عندنا لعيبه ما شاء الله حققوا انجازات كبيره جدا، زي عبد اللطيف منيع امبارح خد ميداليه ذهبيه وكسب ابطال العالم، ولاعيبه اولمبيين يعني امبارح فاز على 3 من افضل لعيبه العالم في الوزن بسم الله ما شاء الله. هيثم فهمي عمل نتيجه كبيره جدا، جاب ميداليه برونزيه وكان خسران بفرق بونت بس، وكان لاخر لحظه هو كان كسبان، ولكن يعني الجاي افضل ان شاء الله. عندنا لعيبه كتيره جدا ما شاء الله، لسه عندنا في المصارعه الحره والمصارعه النسائيه بكره وبعده ان شاء الله لعيبه ان شاء الله واعدين، وباذن الله ربنا يكرمنا ونحقق انجازات اكبر واكثر باذن الله. والله بصراحه يعني الاتحاد المصري للمصارعه برئاسه اللواء عصام نوار ابهرنا بالتنظيم، هي مش مجامله، البطوله بشكل جيد من امبارح. الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الدولي كلهم اشادوا بالتنظيم، اشادوا بالامكانيات اللي بتتمتع بها مصر. الراجل رئيس الاتحاد الدولي انبهر، قال انا مش متوقع ومتخيل ان انا هشوف تنظيم بالروعه والحلاوه دي. قال احنا كمان لو مصر عندها
استعداد الفتره اللي جايه تنظم بطولات عالم، هكون انا داعم للملف ده وبقوه. البطوله اللي انا الصاله اللي شفتها والامكانيات اللي موجوده في صاله اللي في اسكندريه دي حاجه مبهره وحاجه عالميه. التنظيم ده بيمثل ليه حاجه كانت مفاجاه. مصر قادره دايما على استضافه كل الاحداث. نتائجنا كمان في البطوله، عبد اللطيف مناع عمل مفاجاه امبارح، وزن 130 احرز ميداليه ذهبيه. كمان فزنا بميداليه برونزيه. اللي سوء حظ سمر ان هي شاركت، سمر حمزه طبعا من الابطال الواعدين، شاركت في البطوله وهي مصابه غير جاهزه فخرجت من دور الثمانيه. لكن في امل كبير ان احنا نحقق اكتر من ميداليه خلال اليومين اللي جايين ان شاء الله، وبالتوفيق للاعبي مصر سواء رجال او سيدات باذن الله. الحقيقه طبعا الاتحاد الدولي اسند لمصر تنظيم بطوله التصنيف العالمي، والحقيقه ديت لاول مره يتم اسناد البطوله دي لينا، واول مره الحقيقه يعني ياتي هذا الكم من اللاعبين في المصارعه الرومانيه والحره والنسائيه، وبطوله اشاد بيها السيد رئيس الاتحاد العربي، اشاد بها السيد رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الافريقي كانوا موجودين، استاذ كمال ابو عزيز رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الدولي مستر لالوفيتش، استاذ فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الافريقي. اشادوا بالتنظيم واشادوا بالبطوله، والحقيقه كل اللي انا شفته على مدار سنوات في بطولات عالم، هذه البطوله من ناحيه التنظيم من ناحيه المستوى لا تقل عن بطوله عالم. فالحقيقه انا سعيد جدا الحمد لله ان قدرنا نظهر بالمظهر المشرف، بالاضافه الى تحقيق ميداليات في المصارعه الرومانيه. بطل عبد اللطيف منيع يحصل على الميداليه الذهبيه ويكسب بطل اوروبا لاعب الروماني، والبطل هيثم فهمي، بالاضافه لابطال عدد كبير جدا لعب على ميداليات برونزيه. فانا سعيد جدا الحقيقه بالتنظيم وسعيد بالمستوى، وكده يبقى الاتحاد الدولي ان شاء الله يوافق لنا على بطولات اكبر من البطوله دي كمان. هل الهدف المرجو من تنظيم البطوله اتحقق دكتور مثلا تصنيفنا اعلى شويه مثلا من والله لو عملنا نسبه مئويه فبعتبر ان الهدف اتحقق بنسبه 110%. بكل امانه انا يعني انا حضرت 3 اولمبياد بطولات عالم. هذا التنظيم اللي موجود صاله محترمه جدا، مكان لائق لبطوله عالم والاولمبياد كمان. هو الحمد لله انا بشكر الجهاز الفني منتخب مصر المصارعه الروماني كله، على راسهم الكابتن كمال عبده المدير الفني لمنتخب مصر، كابتن ياسر عبد الرحمن، كابتن ابراهيم، كابتن شتايه، وانا معاهم طبعا الحمد لله في الفريق. المجموعه كلها عملت ده، كل المنتخب دخل في معسكر مغلق قريه محمد نجيب، والحمد لله اتمرنوا وجهزوا وكله كان الحمد لله تمام، لانه كان معسكر دولي، كان معانا كذا دوله معانا. والحمد لله البطوله الحمد لله حققنا النتائج فيها كويسه جدا. بطوله التصنيف العالمي كابتن عبد اللطيف منيع، كابتن هيثم فهمي، عندنا كان 4 لعيبه بيلعبوا على ميداليات ثالث وخامس الحمد لله، مع انهم كسبوا ابطال عالم وابطال شاركوا في اولمبياد وابطال اوروبا الحمد لله ووصلوا للمستوى دوت. فالحمد لله النتيجه كويسه جدا، ان اللعيبه كلها اغلبيتها ظهر بمظهر مشرف، واحنا قريبين جدا ان شاء الله. بقيه اللعيبه هم اغلبيتهم سن صغير لسه، ديت متهيألي اول بطوله او ثاني بطوله ليهم دوليه بيحتكوا بيها، فبطوله التصنيف العالمي ديت من اقوى بطولات العالم. فبالنسبه لهم هم لسه شباب وناشئين، فلسه بدايه الطريق ليهم، ديت اول خطوه ليهم، او في ناس منهم اول بطوله دوليه ليهم، في ناس ثاني بطوله دوليه ليهم، يعني زي بطوله افريقيا لعبوها، بطوله عربيه، دي اول بطوله عالميه يعتبر بيلعبوها يعني. فبيقابلوا اول مره يشوفوا ابطال عالم، ابطال اولمبيين وبتاع، بيلعبوا معاهم بيتمرنوا معاهم، فده احتكاك ليهم كبير جدا، وهم فعلا قريبين منهم قوي يعني. فاضل حاجات بسيطه وشغل كويس ان شاء الله هيتعمل، هنبقى زيهم ان شاء الله. لا ان شاء الله المصارعه المصريه في تقدم، واحنا قريبين جدا من ميداليات في بطوله عالم وميداليات في الاولمبياد ان شاء الله، بس نتعدي صح ونبقى كويسين ونركز الفتره اللي جايه. اغلبيه اللعيبه ان شاء الله عندهم هدف وحلم ان هم يوصلوا الاولمبياد ويرفعوا علم مصر.